هتفطروا بيها، تتعشوا بيها، بتسد في كل حاجة يعني. كوبايتين دقيق وبيضتين هتعمل معاكي وليمة. سيبك بقى من الجبنة واللانشون والبيض والكلام ده اللي انت بتعمليه في اللانش بوكس، وجربي الوصفة القمر دي، لان مليانة بالعناصر الغذائية اللي الجسم محتاجها. فيها بطاطس، فيها خضار، وفيها كمان بيض، بروتين وحليب. على فكرة ممكن تحط عليها كمان جبنة اسطنبولي، جبنة فيتا، مع كوباية شاي بلبن، هتبقى حلوة قوي. وحتى لوحدها كده مش محتاجة اي حاجة. شايفين جمالها؟ وبألف هنا وشفا للي جربها مقدما. حطي البطاطس في الخلاط وتعالي ندلعهم في جوع نص الليل. الوصفة دي يا جماعة تحفة، مغذية جدا، وتنفع بقى فطار وتنفع عشاء، وتنفع كمان تدوها للولاد في اللانش بوكس. تعالوا نشوف هنحط البطاطس في الخلاط وهنعمل بيها ايه. بصوا بقى، عايزاكم تصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطوا لايك للفيديو، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي. فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي الجديده. بصوا بقى، اول حاجه بجيب بوله وبحط فيها البطاطس. انا جايبه هنا نص كيلو من البطاطس، تمام. نص كيلو هقطعه مكعبات طبعا، عشان مش هحط البطاطس سليمه كده في الخلاط، لازم تقطعيها صغير كده. بقطعها مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تمام. الوصفة سهلة وبسيطة ومغذية جدا وهتسد معاكي بجد. بصوا بقى، بجيب الخلاط بتاعي وبحط فيه البطاطس اللي احنا قطعناها مكعبات بالشكل ده، تمام. بعد ما بقطعها بقى مكعبات واحطها في الخلاط، بحط عليهم كوبايتين من الحليب. والكوباية اللي احنا هنستخدمها النهاردة هي اللي هنعاير بيها كل المقادير، تمام. هنعاير بيها الحليب والدقيق والزيت وكل حاجة. بعد ما بنزل بقى كوبايتين من الحليب، بنزل عليهم نص كوباية من الزيت، تمام. ونص كوباية من الزيت هحط عليهم 2 بيضة، 2 بيضة بس يا جماعة، تمام. بعد كده بنزل بقى عليهم هنا بهارات دجاج، تمام، اللي هي بتتباع عند العطار او من السوبر ماركت، معلقة صغيرة. وانزل على بهارات الدجاج معلقة صغيرة برضو من الملح، تمام، بالشكل ده. بعد كده حبايبي هنزل بقى كمان شوية، يعني نص معلقة صغيرة كده من الشطة. عايزة تحطيها حطيها، مش عايزة تحطيها براحتك، بس هي بتدي طعم حلو قوي. وهنزل كمان معلقة صغيرة من السبع بهارات بالشكل ده. وهنزل معلقة صغيرة من الفلفل، والفلفل طبعا مهم جدا عشان كمان احنا حاطين بيض بيشيل زفارة البيض، تمام. بعد بقى ما حطيت كل المكونات في الخلاط، بضرب بقى كل المكونات دي كويس جدا. عايزه بقى البطاطس مع الحليب مع التوابل مع البيض مع كله كده يتضرب مع بعضه ويدخل في بعضه. طبعا احنا عاوزين بقى نخلي الوجبه بتاعتنا دي مغذيه. تقدري تحطي الخضار اللي انت عايزاه. انا هحط هنا جزر وفلفل الوان وكوسه وقرن شطه. عايزه تستغني عن القرن الشطه الحامي براحتك خالص، استبدليه بفلفل اخضر، تمام. عايزه تستغني عن اي حاجه من اللي انا حطاها عشان الولاد ما بيحبوهاش، مش مشكله خالص، استبدليها باي حاجه تانية. بس احنا بندخل الحاجات دي علشان ما تبانش في العجينه، والعيال اللي ما بيحبوش بقى الحاجات دي ياكلوها من غير ما يحسوا. بعد كده حبايب قلبي بجيب بقى بولة وبنزل فيها المكونات السائلة اللي احنا ضربناها في الخلاط، تمام، بالشكل ده. بعد كده بنزل عليهم الجزر، وهنزل الكوسة، وهنزل كمان فلفل الألوان، وهنزل الفلفل الحامي اللي احنا قطعناه. وزي ما قلت لك، عايزة تستغني عن الفلفل الحامي عشان في أطفال طبعا شيليه، تمام. حطي فلفل اللي هو الرومي الأخضر. بقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه مع المكونات السائلة، بحيث بس ادخل الخضار في المكونات السائلة كده، تمام. بعد كده حبايبي زي ما قلت لكم، انا هستخدم النهارده الكوبايات العاديه. عايزه تستخدمي الكوبايات المعياريه مفيش اي مشكله، اهم حاجه تكون كوبايه واحده. بنزل هنا كوبايتين من الدقيق. اول كوبايه بنزلها على المكونات السائله والخضار، وبقلبها كويس جدا عشان ايه تدخل كده فيهم، تمام. بعد كده بنزل بقى كوبايه الدقيق التانية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبنزل عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر. بقلب بقى البيكنج باودر مع الدقيق تاني بالشكل ده، تمام. يعني هقلب بقى الدقيق مع البيكنج باودر مع المكونات السائله. لو حسيتي ان القوام سائل قوي،
تقدري تزودي ربع كوبايه او نص كوبايه من الدقيق. انا هقولك ازاي. انا عايزه القوام يعني يوصل للشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي، انا عايزاه بالشكل ده. تمام. بصوا القوام كده، يعني مش عايزاه سايل قوي زي الميه ومش عايزاه تقيل قوي، انا عايزاه وسط كده. تمام. بعد كده بجيب طاسه وبحطها على النار وبنزل فيها دهنه من الزيت غير لاصقه. تمام. علشان الوصفه ما تتلزقش معاكي وتتحرق. بعد كده يا حبايبي زي ما قلت لكم، بدهن بقى الطاسه بزيت، وبنزل بقى مغرفه كده من العجينه اللي احنا عملناها دي. تمام. ما تقلبهوش على الناحيه التانية غير لما تحسي ان الاطراف بدات تستوي. تمام. وخليه على نار هاديه، لو عليتي النار هتتحرق معاكي وهتبوظ خالص، ولو قلبتيها بسرعه العجينه برضو هتبوظ معاكي. اتبعي اللي انا بقولك عليه، يعني تحطيها وتوطي عليها النار، ولو عايزه تغطيها تمام، بحيث ان هي بقى تستوي من الاطراف كده. بصوا الاطراف مستويه ازاي، تقلبي على الناحيه التانية وتسيبيها كده لمده 15 ثانيه وتقلبي تاني. يعني كل شويه اقلبي فيها كده لغايه لما تحسي ان هي خلاص خدت اللون القمر ده واستوت معاكي. تمام. هي بتاخدش وقت خالص على النار، بتستوي على طول زي اكنك كده بتعملي كريب. تمام. شايفين الحلاوه، شايفين الجمال. عايزه اقول لكم يا جماعه بجد وصفه تجنن، سهله جدا ومغذية وفيها كل حاجة وهتحطيها في اللانش بوكس بقى، هتفطروا بيها، تتعشوا بيها، بتسد في كل حاجة يعني. شايفين طرية وحلوة ازاي. تقريبا عملت معايا من 10 ل11 فطيرة بالشكل ده. كوبايتين دقيق، كوبايتين دقيق وبيضتين هتعمل معاكي وليمة. سيبك بقى من الجبنة واللانشون والبيض والكلام ده اللي انت بتعملي في اللانش بوكس، وجربي الوصفة القمر دي، هتعجبك جدا. تنفع بقى في الرحلات، تنفع في المصايف، تنفع في زي ما قلت لك في حقيقة في كل حاجة. بجد يا جماعة وصفة تجنن، لازم تجربوها بطريقتي. حلوة قوي ومغذية جدا للكبار وللصغيرين، لان مليانة بالعناصر الغذائية اللي الجسم محتاجها. فيها بطاطس، فيها خضار، وفيها كمان بيض، بروتين، كل حاجة، وحليب. يا رب الوصفة تعجبكم. عايزاكم بقى تحطوا لايك للفيديو، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي. فعلوا الجرس عشان لما تفعلوا الجرس هيوصلكوا كل وصفاتي الجديدة. شايفين بقى الجمال. اقطعوا بقى كده وكلوا. شايفين سخنة ازاي وطرية. على فكرة ممكن تحطوا عليها كمان جبنة اسطنبولي، جبنة فيتا مع كوباية شاي بلبن، هتبقى حلوة قوي. وحتى لوحدها كده مش محتاجة اي حاجة. شايفين جمالها، تجنن بجد يا جماعة. احلى من اي وصفة عملتوها، اي من اي وصفة معجنات عملتوها. وبألف هنا وشفا للي جربها مقدما. بحبكم قوي. استنوني بقى في وصفة جديدة وفيديو جديد. ومع السلامة وباي باي. وما تنسوش تحطوا اللايك. مع السلامة.